مرحبا بكم متابعينا الكرام. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد فضلا وليس أمرا. إيكامبي يعود من جديد. نترككم مع لقطة الهدف. محاولة المرور والكرة للمنتخب الوطني المغربي. يلا 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 مغاربة، يلا أسود، يلا أسود. كرة المنتخب الوطني المغربي. بوم 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 بوم, بوم. الله عليك، الله عليك ويديك، الله عليك وعلى يديك. فوز المنتخب الوطني المغربي على المنتخب الجزائري بنتيجة 28 مقابل 27. الله عليك يا منتخب الوطني المغربي. يد المغرب تحقق ريمونتادا أمام الجزائر. إلى تفاصيل الخبر. فاز المنتخب المغربي لكرة اليد على نظيره الجزائري ب28 هدفا مقابل 27 ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية من كأس الرئيس ببطولة العالم. وكان أسود الأطلس متألقين خلال اللقاء الذي جرى اليوم السبت بقاعة أورلين أرينا بمدينة بولندا برسم اليوم الثاني من منافسات كأس الرئيس لكرة اليد. وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الجزائري ب15 مقابل 13، إلا أن المنتخب المغربي تمكن من قلب النتيجة في الشوط الثاني وحسم اللقاء لمصلحته. ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى نقطتين. في المركز الثالث يتظلل المنتخب الجزائري بلا رصيد في قاع الترتيب. تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني المغربي سيلاقي في آخر مباراة له في كأس الرئيس منتخب مقدونيا الشمالية بعد غد الاثنين ضمن المجموعة الثانية للبطولة التي يتواجد فيها تونس والجزائر. نشكركم على حسن المتابعة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد فضلا وليس أمرا. إلى اللقاء.